خرج علينا من شوية عبد القيعي بيتكلم إن الجماهير لازم تساعد الأهلي، فتساعد الأهلي إزاي؟ إن هي بتسأل نقدر نساعد النادي بتاعنا إزاي؟ فقال اشتروا المنتجات بتاعة الرعاة علشان تزود الاستثمار والناس تشجع إن هي تبقى رعاة للأهلي. ماشي اشتري كاوتشات، ماشي اشتري دهانات، ماشي، لكن اشتري حاجات بتضر اهلنا الناحية التانية؟ يا راجل يا مقطف يا بودان، انت رئيس شركة الاهلي، فانت مفوض بالنيابة عن النادي الاهلي، عن الخطيب، عن الجماهير، عن النادي، عن حاجات كتير قوي. في عيال صغيرة وشباب صغيرة ما بيفكروش في حاجة، اهم حاجة عندهم الاهلي او الزمالك او اي نادي ما بيشجعوه. فانت كده بتجر قطاع كبير قوي 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 في حتة غلط. فلازم يكون في رد من الاهلي، إدارة الأهلي متمثلة في محمود الخطيب الأسطورة الأهلوية، يشوف إيه اللي هيحصل أو الرد اللي هيتقال إيه، هيسحب بقى رعاة، هيعتذر عن الكلام اللي اتقال، إيه الدنيا اللي هتدور كده في الموضوع دوت. ولا الإعلام هيطرمخ زي كل مرة على الموضوع، يقولك ده استثمارات وشركة مصرية ومش شركة مصرية والهري اللي بيقعد يتقال ده كله. ولا الدنيا هتسكت خالص زي ما هتسكت كمية تلاتة وناس تنسى؟ شوف ايه اللي يحصل. بس اعتقد ان اللي هيحصل كله ايه؟ شالوم يا اهلي.